حبايب قلبي ام لولي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايب قلبي. جايلكم النهارده بفيديو جديد، روتين تشجيعي كده، نقوم ونروق ونظبط بيتنا. يعني هو مش روتين عميق قوي، بس هنروق النهارده اوضتين عند اختي. زي ما انتوا عارفين، انا قلتلكوا الفيديو اللي فات ان انا قاعده عندها يومين، فطبعا لازم نكون ضيوف خفاف عشان الناس ما تزهقش مننا. طالما قاعدين في مكان، حتى لو عند اختي او عند مامتي او عند حماتي، لازم ان انا اقوم كده وابقى نشيطة. مش معنى ان انا ضيفة ان انا مثلا اقعد واحط رجل على رجل وما اعملش حاجة، لا بالعكس. الفيديو بقى بتاع النهاردة عايزين نتكلم في الموضوع ده مع بعض، وبرضه عايزين نتكلم في موضوع تاني. بس طبعا انتوا عارفين في المقدمة انا بحب ان انتوا تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، لان ده انتوا عارفين ام لولي ده اهم تعليق مهم بالنسبه لها. ذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات فعلا اكتر حاجه بتبسطني واكتر حاجه بتحسسني ان القناه بتاعتي فيها بركه. طبعا بقى هنتكلم في اول موضوع، ان احنا مش لازم ان احنا عند حد من قرايبنا، سواء بقى من ناحية قرايب جوزك سواء من ناحية اهلك، ان انا مثلا عشان اكون ضيفة عند حد. هو كده كده كلها بيوتنا، وطبعا الناس اللي بنبقى عندهم بيعتبروا ان ده بيتنا قبل ما يكون بيتهم، فاهميني؟ بس مش معنى ان انا النهاردة عند حد ومش في بيتي ما قومش ولا نظف ولا اروق ولا الكلام ده، لا بالعكس. ده انا اهتم بالحاجة كأني في بيتي، عشان انا مثلا اللي مرضهوش على نفسي اكيد مرضهوش على غيري، فاهميني؟ يعني مثلا انا النهاردة لو اختي ولا اخت جوزي ولا بنت خالتي ولا بنت عمتي، ايا كان عندي مثلا في بيتي، اكيد انا مش هقبل ان انا مثلا ست وحشة. بس المساعدة مش عيب، لو بتوافقوني الرأي قولولي. المساعدة عمرها ما كانت عيب، وان انا اكون ضيفة عند حد، ان انا اكون ضيفة خفيفة وضيفة بعتبر المكان مكاني، ان انا اقوم واروق زي ما بقوم في بيتي من نومي، اقوم اشوف الحاجة اللي عايزة تتروق، الحاجة اللي عايزة تتعمل بقوم وبعملها. كذلك برضو لما اكون مثلا عند واحدة من اخواتي او عند مامتي او عند حماتي ايا كان، برضو او عند خالتي عند عمتي، ايا كان ان انا زي ما بعمل في بيتي. طالما انا مثلا مش عند حد غريب خالص، يعني مثلا لو عند واحده صاحبتي اكيد مش هقعد عند واحده صاحبتي يومين ثلاثه، فاهميني؟ لا، عند واحده صاحبتي هروح اتغدى اشرب معاها الشاي. وبرضه لو عند واحده صاحبتي خلصنا غدا هقوم اساعدها اشيل معاها المواعين، لو حباني اقف اغسل معاها المواعين هقف، لو صاحبتي مقربه، فاهميني؟ ليه؟ الضيف الخفيف بيبقى حلو والناس دايما بتحب ان هو يروح لها. مش بتحب ان هو يروح لها عشان مثلا بيساعدها او كده، لا، بس بتحب ان هو يجيلها لان هي شايفة مثلا ان الشخص ده نضيف، بيهتم بحاجتها بنظافة بيتها. مش يعني مش ان انا مثلا اروح عند اختي ولا اروح عند اي حد افضل قاعدة واتفرج على التلفزيون وما يهمنيش حاجة بعد كده بقى هي تقوم وتلف بقى، ما انا ضيفة بقى. لا صدقوني والله يا جماعة، المساعدة مش عيب، وان انا اراعي الاخرين برضو مش عيب ومش وحش، بالعكس. دي بتبقى حاجة كويسة وبتبقى حاجة جميلة. طبعا عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر، عشان انا هتكلم برضو في موضوع مهم جدا. الموضوع ده حصل معايا بقاله مرتين لما بنزل فيديوهات، وانا والله العظيم والله العظيم في بداية كلامي، عشان محدش بس يفهمني غلط، انا لا اقصد ان انا اجرح في حد، ولا اقصد ان انا مثلا اطلع اقول، بس هو كده كده التعليق عامه جايلي على عام، فاهميني؟ يعني كده كده التعليق جاي على عام، فاكيد كلكم بتتفرجوا على الفيديوهات وبتتفرجوا على التعليقات، فاكيد كلكم كده كده شايفينه. فانا مش مقصودي والله العظيم كمان مره وحياة بنتي، انا مقصد ان انا اطلع مثلا اضايق حد او اجرح في حد. اولا انا يعني جالي تعليقين على اخر فيديوهين عملتهم. التعليقين دول من شخص انا الصراحة مش عارفة هي واحدة ست او راجل، انا مش عارفة.
التعليق جايلي ان يعني مطلوب، انا محرجة ان انا طالعة اتكلم في الموضوع ده، بس انا طالعة ابرر للشخص اللي بيعلق لي ان اقسم بالله انا ما في مقدرتي ان انا اساعد بالمبلغ اللي انت او انت طالبينه مني، فاهميني؟ انا برضو انتوا اكيد عارفين ان انا القناة بتاعتي لسه جديدة ولسه مبتدئة. انا يعني مش مثلا القناة بتاعتي بقالها كتير او ان انا في دخل منها. انا اقسم بالله اقسم بالله انا بعمل لكم الفيديوهات وبنزلها، والله العظيم انا لسه ما خدت ولا جنيه من القناة بتاعتي، لان انا لسه جديدة. في حاجات كتير يعني في حاجات كتير المفروض تحصل في القناة. يعني مثلا في شروط معينة المفروض تتم في القناة عشان أنا أبدأ أقبض، لسه ما حصلتش معايا لأن هي لسه جديدة، القناة لسه ما كملتش، فاهميني؟ في حاجات معينة يعني مثلا عدد المتابعين كده، يعني في حاجات كتير لسه ما كملتش إن أنا أقبض جنيه حتى من القناة، فاهميني؟ وأكيد اللي مخليني أطلع وأشتغل من البيت لان ده يعتبر شغل زيه زي ان انا مثلا اطلع اشتغل برا، لا ده شغل. وفي ناس كتيرة قوي بقت بتعمل الموضوع ده، ان طالما الست مش قادرة ان هي تنزل ولا تشتغل ولا الكلام ده، بتشتغل من البيت. فده شغل، وانا اقسم بالله اقسم بالله انا بساعد الناس على قد ما بقدر، يعني على قد ما ربنا مقدرني ان انا اساعد اي حد بساعد والله، وبعمل خير. واكيد اللي بيعمل خير ما ينفعش انه يطلع ويقول عنه. بس انا محرجة من الشخص او الشخصة اللي بيعلقولي بقالهم مرتين وبيقول لي انا محتاج او هي محتاجة. انا والله ما اعرف هي ست او راجل، بس في تعليق بيجيلي واكيد انتوا كلكم بتشوفوه، ان الشخص او الشخصة دي محتاج مبلغ، والمبلغ كبير مش في مقدرتي، اقسم بالله ما في مقدرتي. انا ممكن اساعد وكل حاجة، وادعولي ادعوا لو انتوا بتحبوني وكل اللي بيتفرج عليا بيحبني وبيحب القناة بتاعتي، يدعيلي ان انا اوصل للهدف فعلا اللي انا بتمناه، ويدعيلي ان القناة بتاعتي تكبر، وهي بتكبر بيكو وبتكبر بربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. لو انتوا بتحبوني فعلا ادعولي ان القناة بتاعتي تكبر. وصدقوني انا لو القناة بتاعتي كبرت وابتديت ان انا اقبض وابتدى في مقدرتي ان انا اساعد كل الناس، والله والله ما هتأخر. لان بالعكس المساعدة مش عيب، والمساعدة مش حرام، وان انا اساعد حد محتاج دي مش وحشة. بس والله لو في مقدرتي هساعد، يعني انا لو في مقدرتي اساعد اي حد حتى لو من غير ما يطلب مني، والله انا هعمل كده من غير تأخير. بس انا فعلا انا مش في مقدرتي، يعني انا اللي مخليني افتح قناة وان انا اشتغل من البيت ان انا اكيد يعني محتاجة ان يبقى في دخل معين. جوزي بيشتغل وكل حاجة، بس الدخل بتاعنا برضو يعني اكيد كلكم عارفين ظروف المعيشة وظروف الدنيا وظروف الغلا اللي احنا فيه. فيعني ايه، فمش عيب ان الست تساعد جوزها، فاهميني؟ فهو بيشتغل وكل حاجة، بس مش عيب مثلا ان انا اساعده. حابة ان يبقى في دخل لينا اكبر، حابة ان مثلا الولاد ما يحتاجوش حاجة، ما يبقاش ناقصنا حاجة، فاهميني؟ مش عيب. بس صدقوني انا لو في مقدرتي او القناة بتاعتي يعني بتدخل لي دخل دلوقتي، انا هساعد والله العظيم، مش هبخل على حد. بس والله والله كمان مرة، انا فعلا ما خدتش ولا جنيه لحد الان من القناة اللي انا فاتحاها، اللي انا بكلمكم منها دلوقتي وبنزل لكم عليها فيديوهات. انا فعلا ما خدتش ولا جنيه، انا فاتحة القناة دي كأكل عيش، كأن انا يبقى ظروف المعيشة تبقى احسن واحسن. فصدقوني انا لو في مقدرتي والله ما هتأخر على حد. فالله يخليكم اعفوني من الاحراج. ويعني انا فعلا محرجة، يمكن انا مثلا ما ردتش على الشخص ده او الشخصة دي، انا ما ردتش لان انا محرجة ان انا اقول لا، او محرجة ان انا اقول. بس قلت اطلع واتكلم، يمكن انتوا تفهموني، يمكن انتوا تقدروا توضحوا لحد، فاهميني؟ ان انا فعلا لسه مش في مقدرتي ان انا اساعد. انا بساعد باللي ربنا يقدرني عليه. يعني لو في ايدي حاجة مثلا بسيطة ان انا اقدمها لاي حد، انا بعمل كده. يعني انا برضو مش منع الخير خالص، بس المبلغ فعلا اللي مطلوب مني مبلغ كبير، انا مش عارفة انا اجيبه منين، فاهمين؟ يعني انتوا حتى لو هتخشوا على التعليقات، خشوا على اخر فيديوهين انتوا هتشوفوا التعليق.
انا يعني صعبان عليا الحد اللي بيتكلم، بس في نفس الوقت المبلغ اللي مطلوب مني من الشخص ده كبير عليا، فاهمني؟ الواحد بيعمل خير، بس بيعمل خير على قد ما بيقدر، فاهم؟ يعني اكيد انا مش هقدر اقول انا بعمل ايه، فاهمني؟ يعني اعذروني ان انا مش هقدر اقول انا بعمل ايه بالظبط، بس بعمل على قد مقدرتي، على قد مقدرة ايدي. بس صدقوني انا لو القناة بتاعتي كبيرة وبتدخلي دخل كويس، او على الاقل ابتديت ان انا اقبض، انا مش هتأخر عن حد، فاهميني؟ ومش عايزة حد يزعل مني، ومش عايزة حد يفهمني غلط، والله العظيم كمان مرة انا مش طالعة اجرح في حد ولا طالعة اضايق حد، بالعكس انا يعني انتوا اخواتي وحبايبي، انا حابة اشارككم الموضوع ده، يعني انا حبيت ان انا اشارككم الموضوع ده، حابة كلكم تقولوا لي رأيكم، وهستنى تعليقاتكم كلكم ورأيكم كلكم في الفيديو وفي الكلام اللي انا بقوله. ولو حد قدر يوضح للشخص او الشخصة اللي بتعلق لي التعليق ده، يا ريت توضحوا لها ان انا اقسم بالله ما في مقدرتي ان انا اساعد دلوقتي، انا بساعد في الحاجات اللي ربنا بيقدرني عليها، بس انا لسه يعني انا لسه مبتدئة، ولسه مستنية ان القناة بتاعتي تكبر كمان وكمان بتعليقاتكم وباشتراكاتكم في القناة، وكل اللي يشوف فيديوهاتي لو بيحبني يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد مني. انا لسه في البداية، والله لو انا لسه يعني لو معايا مش هتأخر، بالعكس الواحد لما بيفك زنقة حد ربنا بيفك له زنقات كتير، بس ربنا اللي يعلم ان انا مش في مقدرتي ان انا يعني اساعد بمبالغ كبيرة، فاهميني؟ وان المبلغ فعلا اللي مطلوب كبير. فاتمنى ان كل حبايبي ما يزعلوش مني ان انا طلعت اتكلمت في الموضوع ده، بس انا حبيت ان انا اوضح ان انا والله العظيم لو في ايدي حاجة هعملها، بس صدقوني انا لسه مش في ايدي حاجة ان انا اعملها، انا نفسي لسه ما خدتش ولا جنيه من القناة بتاعتي، فاهميني؟ فطبعا بقى زي ما انتوا شايفين الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة كان طبعا ترويق عند اختي، ترويق اوضتين زي ما انتوا شايفين. طبعا في اول الفيديو خلصنا الاوضة الكبيرة، وبعد كده دخلنا على اوضة الاطفال روقناها مع بعض. هنا زي ما انتوا شايفين خلصنا السرير، وبعد كده بنعمل في السرير التاني. اتمنى الروتين بتاع النهاردة يعجبكم، ولو لسه مكملة عند اختي هعمل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله. استنوا مني كل جديد، واستنوا مني كل حاجة حلوة. واتمنى فيديوهات ام لولي تكون بتعجبكم، واتمنى المواضيع اللي انا برضو بتكلم فيها تكون بتعجبكم. يعني مثلا حتة الموضوع اللي اتكلمنا فيه في بداية الفيديو اللي هو بتاع ان احنا لما نكون عند حد ان احنا نساعده ونروق، اتمنى برضو تقولوا لي رأيكم في الموضوع ده. لان دي يعني اعتبروها نصيحة من اخت، ان احنا لما نكون عند حد حلو الضيف الخفيف اللي يقوم ويساعد ويعمل كأنه في بيته، مش عيب، بالعكس دي بتبقى حاجة كويسة وبتبقى ميزة. فأتمنى برضو هستنى رأيكم كلكم في الكلام اللي أنا بقوله. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين خلاص بنخلص السرير ده وقربنا نخلصه. حبيت ان انا احط لها اللحاف بالشكل ده، هي بتحب ان هي تطبقه، ويمكن انا عملته معاكم قبل كده لو تفتكروا الفيديوهات القديمة لو انتم متابعيني. ان انا كنت عندها قبل كده، بس يعني هي بتحب ان هي تطبق اللحافة عشان يعني ايه ما يبقاش مفروض على السرير كلها، بس انا الصراحة حبيت ان انا ايه اغير لها الشكل وقمت عاملاه. دي طبعا مخدة زيادة بس هنشيلها، حسيت يعني ان هي عشان برضو ايه الشكل بتاع التصوير وكده، شلتها خالص من الأوضة وظبطت ايه السرير زي ما انتوا شايفين كده. حبيت ان انا احط اللحاف زي ما قلتلكوا بالشكل ده، حسيته شكله اشيك واحلى على السرير، مدي منظر حلو مع الخداديات زي ما انتوا شايفين كده. وده كان روتيننا النهاردة، وكان ترويقنا النهاردة، وكان يومنا كان جميل. قمنا وفطرنا، يعني بنقوم طبعا بنفطر الاول ومش عارفة ايه وكده، وبعد كده بقى ايه بنقوم كل واحد كده يعني يشوف ورا ايه بيقوم يعمله. فانا بقى قمت مقررة قلت لها بس اقعدي بقى انتي كده شوفي هتعملي ايه، وانا اقوم انا اعمل القطين اللي جوه، وفي نفس الوقت اصور لحبايب قلبي وانا بروق. هنا طبعا كانت الأوضة يعتبر خلاص خلصت، فاضل لنا بس ان احنا نكنسها. وهنا طبعا قعدنا الدباديب الجميلة دي،
ده مكانهم المفضل. هنا بقى جبنا المقشة الجميلة بتاعتنا عشان نكنس، ومش عارفة اقول لكم ايه، بس اتمنى لو هتكملوا الفيديو للاخر ان مفيش حد يزعل مني ولا حد يفهمني غلط. عشان انا برضو انا كنت مترددة ان انا اطلع واتكلم في الموضوع ده، بس قلت اكيد انتوا بتحبوني وهتفهموا قصدي ايه وهتقدروني. فاتمنى فعلا ان انتوا مفيش حد يزعل مني يا جماعة، ومحدش يفهمني غلط، لان طبعا انتوا كلكم تهموني وكلكم رأيكم فوق راسي. هنا طبعا بقى رشة المعطر اللي ما بستغناش عنها حتى عند اختي. شفتوا رشة المعطر معايا في بيتي وعند اختي. واشوفكم في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة، وشوفوا لو حابيني اعمل لكم حاجة معينة اطلبوها مني وانا هنفذ لكم. هنا طبعا دوست على الزرار بالغلط بس مش مشكلة، فتحته تاني. وباي باي يا حبايب قلب ام لولي، واشوف وشكم على خير في فيديوهات جديدة ان شاء الله. باي باي.